السلام عليكم يا خويا. كنا جالسين ما بينا ما علينا، جاهم لاكوب دافريك ما داروا والو، جري على خليلو زيت جيبوا لي الركراكي. ناضوا المغاربه يا ودي راه ما عندوش ليكسبيريونس يا ودي شهرين المونديال بدا. جينا بدينا الماتش الاول تعادل مع كرواتيا. ايوا ناضوا المغاربه يا ودي بهاد الفرقه نقدروا نغلبوا كرواتيا يا ودي وكذا. جا وليد الركراكي قال لهم شوف ديروا النيه. ايوا المغاربه بقاو يفكروا، النص قالوا نديروا النيه، النص بقاو يفكروا. درنا النيه، ضربنا لا بلجيك بدو زيرو. او واش بصح هادشي؟ زدنا سيدي قال لك ديروا النيه، درنا النيه ضربنا كندا بدو طلعنا بالدور الثاني. المغاربه بقاو فاهمين والو، كيما دابا ماني فاهم والو، ما فاهم والو. كلشي غير كيشوف وشنو راه واقع المغرب. تيت دو ليست 7 بوان او مع غادي نتلاقاو مع لي سبار. واش قال لهم والد الركراكي؟ ديروا النيه. المغاربه سيدي راك عارف راه نيتنا والله الا نيتنا ناقصه، المغاربه نيتنا ناقصه. ها حنا نهار درنا النيه ربي جاب التيسير، درنا النيه لعبنا مع الاسبان ما شاء الله. السبع ديال بونو دار حاله والدراري داروا حاله، طلعنا شغل نتلاقاو الويتيام دو فينال مع البرتغال. ايوا البرتغال بقاو يخموا يا ودي راه رونالدو يا ودي راه كذا كذا. شنو قلنا؟ ديروا النيه. درنا النيه درنا البرتغال. دابا فين رحنا؟ في الدمي فينال. والله الا والله ما عرفت ما نقول، والله ما عرفت ما نقول. هذا الفيديو راني نسجلو غير سبونطاني وعفوي، ما وجدت لا سكريبت لا والو. شعلت الكاميرا وبديت نهضر. المغاربه كاملين ما تايقينش. المغرب في الدمي فينا لا كوب دي مون، وحنا اقصى الحلم ديالنا كنا نقولوا نجيبوا غير لا كوب دافريك. رحنا دابا من ربعه الاولى في العالم كنتقاتلوا باش نجيبوا كاس العالم. إذا راه هادشي والله اخوتي ماني تايق والله ما كذبوني. مشينا غير قصارين، رحنا في الدمي فينال ونقدروا نجيبوا لا كوب دي مون، وخاصنا نجيبوا لا كوب دي مون بهذه الفرقه. نادوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي ويا ربي وشنو صاير كل الجلد. اللي بغيت نقول من هذا الفيديو، من بعد التأهل ديالنا المغرب تاكسبلوزا، كلشي فرحان، كلشي ما تايقش اننا وصلنا للدومي فينال ديال كأس العالم 2022. ولكن الا جينا نفكروا شويه بالعقل ونتكالماو باش نعيشوا الواقع، لانه فعلا واقع ماشي حلم. واللي باقي كيحلم يضرب راسو ويفيق ويقول هذا واقع. المغرب في الدومي فينال ديال كأس العالم وغادي نلعبوا مع فرنسا ان شاء الله، ويا ربي مربوحه ان شاء الله. انا بغيتهم هذاك الكوك سبورتيف ولا هذيك الدجاجه يشدوها من هنا ردوها لفيسا. دابا نتكالماو ونجيو نحللوا هذا الشيء اللي وقع اللي هو حلم ونشوفوه في الواقع. المخير فينا في المغاربه ما كانش كيتصور ان المغاربه غادي يدوزوا للدور الثاني ويوصلوا للنصف كاملين. والاغلبيه كنا كنقولوا انهم غادي يلعبوا 3 ماتش، غادي يديروا دي بون ماتش، متفقين فيها يديروا دي بون ماتش يوصلوا للدوزيام تور. ولكن باش نوصلوا للنصف ونوليو مرشحين بنسبه 25% اننا نديو كاس العالم، حتى واحد ما كان يحلم بها. ولكن الا جينا نفكروا بواقعيه، نفكروا في الرسائل ديال هاد لا كوب دي مون، في الرسائل ديال وليد الركراكي، في الرسائل ديال المنتخب الوطني، غادي نلقاو بزاف د الحوايج اللي كتجمعنا حنا المغاربه كاملين، بزاف د الحوايج اللي بدينا نتخلاو عليها. ولكن من فضل هذا المنتخب هذا فقنا وقلنا حنا المغاربه عندنا بزاف د الحوايج زينه، علاش بقينا كنتخلاو عليها ونمشيو نقلبوا شي حوايج اللي ماشي هي هذه. ومنتخبات في لا كوب دي مون الناس ديالها بقاو مخلوعين من القيم والمعاني والاخلاق اللي كاينه عند المنتخب الوطني وعند الجمهور المغربي. كيفاش؟ علاش؟ والله ما عندي تايق. اشكال هذه القضيه، اشكال مصطلح ديروا النيه. هذا المصطلح نهار تلقوا وليد الركراكي كلشي بقى كيضحك، لان فعلا حنا كنامنوا بمبدا الكره اللي يلعب مزيان هو اللي يجيب مزيان. ولكن هذا مبدا النيه اللي هضر عليه وليد الركراكي، وشنو الحموله ديالو؟ علاش بالضبط هاد ديروا النيه غادي تبقى متورخه في التاريخ المغربي؟
لانه فعلا ونهضروا بصراحه المغاربه النيه ديالنا مع بعضياتنا نقصات، ما بقاش ديك النيه. كانوا كيقولوا الناس القدام دير النيه والحاجه مقضيه، ولا دير النيه وبات مع الحيه. وكانوا يقولوا الناس القدام ما ياخذها غير شجيع ولا كريم ولا مرضي الوالدين. بزاف ديال القيم تخلينا عليها، ولكن غفله جا المنتخب وقال لنا نتوما مغاربه ها القيم ديالكم، ها المبادئ ديالكم شفناها بعينينا. داك الترابط ما بين الجمهور المغربي، داك الترابط ما بين ابناء المغاربه مع الامهات ديالهم، دوك الصور اللي كنشوفها ديال الوليد الركراكي ملي كيكمل كيمشي يجري يبوس الام ديالو، النصير يمشي يجري يبوس الاب ديالو، بوفال يجري عند الام ديالو ويشطح معاها في الترع. هاد الحوايج هادو هي اللي كتميز الامه المغربيه. واليوم ما غاديش نقول لك بلي حنا شعب مغربي، حنا امه مغربيه، لاننا فعلا قدرنا اننا نوحدوا الامه العربيه بمنتخب كروي، بجمهور كروي، بهويه مغربيه اللي ما خصناش نتخلاو عليها. اللي نعقل وكلنا تعاشرنا مع الناس الكبار اللي ما كيقول لك ديروا النيه، وفعلا اللي كيدير النيه كيربح. الشيء اللي بغى يوصلوا لنا وليد الركراكي انه حنا شعب خاصنا نديروا النيه ونثيقوا في بعضياتنا ونقدروا نوصلوا. اليوم المغربي ديال 2022 شي هو المغربي ديال 10 سنين. شي حاجه تبدلت الخوت، شي حاجه تبدلت في كل مغربي فيه، شي حاجه تبدلت في كل واحد مغربي في العالم. شي حوايج كيوقعوا في التاريخ ما كيوقعوش غير صدفه، وانما لغرض ما، لشي حاجه غادي توقع من بعد. التأهل ديال المنتخب المغربي لنصف نهائيات كأس العالم ماشي صدفة، ولكن فيه رسائل، ورسائل مشفرة. غير اللي ما بغاش يفهم، أول رسالة أنه فعلا خاص نديروا النية، لأن في المجتمع ديالنا النية نقصات، رجعنا مجتمع فرداني، كل واحد كيضرب غير على راسو، ما كيفكرش في الآخر. ما بقاتش عندنا ديك العقلية ديال الجماعة، ديال نخدموا كوليكتيف، ديال نطلعوا هاد البلاد كلنا الفوق، ولكن كاملين ودايرين النية. ونهار كنديروا النية ربي كيسخر، وهانتوما شفتوا بعينيكم السيد دار النية مع وليداتو وربي جاب التيسير. ثاني حاجة واللي كنشوفها مهمة انه خاصنا نشجعوا المنتوج الوطني. ماشي هذا لا، هذا المنتوج الوطني. اي واحد مغربي باغي يخدم خاصنا نشجعوه. الا كنا كنقولوا عند الغرب انهم كيشجعوا الفاشل حتى ينجح، فخاص ترجع عندنا هاد العقليه، نشجعوا الواحد حتى ينجح، يجرب الى نجح، هو هذاك ما نجحش فراه جرب. ثالث حاجه واللي مهمه واللي كنستافدوا منها من الدروس اللي علمها لنا المنتخب الوطني انه نحافظوا على القيم ديالنا. هاد القيم اللي ما كايناش مجتمعات اخرى، وانتم شفتوها بعينيكم جميع الملاعب اللي لعب فيها المغرب والمقابلات اللي دارها. هذاك الترابط بين اللعابه، هذيك اللحمه بين اللعابه، هذاك الترابط الاسري بين الاولاد ديال المنتخب والوالدين ديالهم، هذاك رضا الوالدين اللي كل شيء كنخدموا عليه، اللي كلنا كنربحوا برضا الوالدين، برضا الجميع على بعضياتنا. الغريب في الامر واللي خلاني نفكر ان اغلب الدراري اللي كاينين في المنتخب هما ولاد الجاليه المغربيه، ناس عاشت برا، ولكن الجميل والخطير انهم درارين والله الا متشبتين بالهويه المغربيه. مجرد التواجد ديال العائلات ديالهم، ديال داك الحب على الدرابو، ديال ديك القتاليه على الوطن، كيبين لك بلي هاد الاولاد فعلا عاشوا في اوروبا ولكن القلب مغربي. ومن يكون القلب مغربي فراه الدم مغربي، ومن يكون الدم مغربي فانت مغربي واخا يديوك فين ما مشيت. من الحوايج اللي كنشوفها دروس دارها المنتخب الوطني هو انه دوك اللعابه اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه، تبارك الله، جواد اليميق، عطية الله، جبران، شكون عاد، دخلوا ولعبوا وبينوا على انهم ما ناقصينش على اللعابه اللي كيلعبوا في اوروبا، بالعكس عطاو من قلبهم وخدموا. لهذا أن خصنا نشجعوا بعضياتنا، خصنا ندعموا بعضياتنا. نظن انه من بعد هذا الشيء اللي وقع خاص شي حاجه تبدل، من بعد ديك 3 سنين ديال كورونا اللي عشناها، من بعد هذا الضغط ديال الغلاء ديال الاسعار اللي عايشينه واللي مخلينا كلشي مستريسي واللي مخلى كلشي تالف ماشي هو هذاك، تاكسبلوزينا. وجات حاجه فرحتنا والجميل فيها ان جمعتنا. شفنا الملك ديالنا خارج ولابس تيشيرت ديال المغرب، شفنا جميع اطياف المجتمع خارجين، وهنا
الا كنقولوا لكل زمان رجاله فلكل زمان نساءه. وهنا الله يخليكم غادي نفتح واحد القوسين، ملي نعقل وحنا الرجال اللي كنتفرجوا في المنتخب، حنا الرجال اللي كنمشيو للقهوه ديما كدا في قوسين، من نهار نساو ولاو يتفرجوا معنا ورجعوا يتفرجوا معنا ربي جاب التيسير. تخيل ان تلقى شيبانيه في الفجر تصلي، عندي نساء في العائله ديالي في الفجر يصليو ويدعيو، لقيت نساء شيبانيات يدعيو من قلبهم، الناس في العمره تدعي فين ما ماشي يدعيو. هاد القيم الاسلاميه اللي عندنا في المجتمع ما خصناش نتخلاو عليها، هاد القيم الانسانيه اللي رجعت فينا اللي من بعد كانت ماتت ما خصهاش تموت. بزاف ديال الامور دازت، بزاف. الشيء اللي وقع للطفل ريان بعد ديك اللحمه اللي شفناها على الطفل ريان رحمه الله عليه في هذا النهار، تفكروا رحمه الله عليه، كنت كنقول ان شي حاجه غادي تبدل في المجتمع المغربي. فقنا بداك الشيء اللي خاصنا نعيشوه، بداك الشيء اللي تخلينا عليه رجع، ولكن من كمل داك الشيء بحال ما كاين والو، رجعنا عاوتاني. جات هذه الفرصه ديال المنتخب الوطني اللي حيات فينا بزاف ديال المسائل اللي اعتقد اننا ما خصناش نتخلاو عليها. درت فيديوهات في القناه ديالي كنهضر على الهويه المغربيه، والله تمشيو تقراو التاريخ ديال المغرب اللي هو 12 قرن غادي تفاجئوا من قيمه هذه الهويه المغربيه، من قيمه هذه الثقافه المغربيه، من قيمه هذه التقاليد المغربيه، من قيمه الانسان المغربي. غادي تعرف بانك فعلا مغربي، فعلا كنعيشوا ظروف بعض المرات كتغلبنا، بعض المرات كتخلينا نقنطوا، بعض المرات كتخلينا ما عارفينش فين غاديين، ولكن ربي كيدير شي حاجه، كتوقع شي حاجه اللي كتخليك ترجع للطريق. ها هي الطريق. حنا مجتمع مغربي، حنا امه مغربيه مجتمعين تحت رايه واحده، تحت قياده ملك واحد. خصنا فقط نخدموا ونبعدوا الانانيه ونديروا النيه. في هذا الفيديو بغيت نقول تحيه لكل مغربي، سواء في المغرب، سواء عايش في اوروبا، امريكا، في كندا، في اي بلاصه في العالم. تحيه للجمهور المغربي اللي بين على ذاك الرقي والحضاره. يكفيك فقط ان الناس في قطر من مختلف جنسيات العالم كيعترفوا بشي حاجه سميتها الجمهور المغربي. نقدر نقول لك بلي ان الجمهور المغربي نجح مونديال قطر. نقدر نقول لك ان التاهل ديال المغرب وبقائه في التحدي خلى المونديال ينجح، خلى الامه العربيه وبزاف ديال الجنسيات العربيه تبقى وتخلي المونديال تنجح. تخيل معايا ان الامه العربيه كانت ناعسه، كل شيء ناعس، وقعت حاجه فيقت الامه العربيه كامله. ما كاينش بلاصه في الدول العربيه والاسلاميه ما غوتتش، ما نقزتش، ما فرحتش مع الشعب المغربي، مع المنتخب المغربي. هنا كيبين لك باللي انه حنا شعوب امه واحده متحده، بيناتنا خلافات، بيناتنا كل واحد كيشوف الرؤيه ديالو، بيناتنا بزاف، ولكن كاين حوايج كيجمعونا. خصنا نركزوا على هذه الحوايج اللي كيجمعونا. غدا ان شاء الله الاربعاء المقابله المصيري ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، وكلنا كنتمناو ان المنتخب المغربي يربح، يا ربي يربح، باش نبين لهم باللي حنا هنا كاينين رجال. وانا عارف باللي الدراري ديال وليد الركراكي غادي يتقاتلوا على الدرابو، غادي يكون واحد الماتش اللي حتى واحد ما كيتصور، ولكن في حاله الى ربي ما جابش التيسير، ونتمنى ان ربي يجيب التيسير، إلا في حالة ربي ما جابش التيسير نبقاو في هذا النهج اللي راحنا غاديين فيه، نبقاو مجموعين، نبقاو نبغيو بعضياتنا. وهذا هو اللي لاحظته، ان المغاربه رجعوا يبغيو بعضياتهم، رجعوا. تخيل انت جالس مع واحد في القهوه كنتعنقوا، ما كتعرفوا ما يعرفك، ناس تعرفت على بعضياتهم في القهوه، وصداقات في القهوه، امور انسانيه في المقهى، شي امور ما تقدرش تخيلها. تخيل انت تجلس وسط عائله وتتفرج برقي وباحترام وكل شيء فرحان. نعتقد انه نستاهلوا هذه الفرحه، ونعتقد انه نستاهلوا نمشيو للفينال، ونتمنى نتمنى انه نجيبوا الكاس، نتمنى يا ربي انه نجيبوا الكاس، لان نستاهلوها، لان خدمنا عليها وخدموا عليها، لان دازت اخفاقات بزاف اللي خلاتنا نقولوا كيفاش عندنا لعابه، عندنا دراري، ولكن ديما اشاك فوا علاش. ولكن ربي مين يبغي، والنيه ودعوه المغاربه ورضا الوالدين كل شيء كيتجمع وكيديك لواحد النتيجه اللي هي ان شاء الله غادي تكون كاس العالم. من لي ميساج اللي كانوا في الهضره ديال وليد الركراكي انه خصنا نحلموا، فعلا خصنا نحلموا، حيت الا ما بقيناش نحلموا غادي نوقفوا ونموتوا.
خاص اي واحد يحلم ويبقى متشبت بداك الشيء اللي باغي باش يوصل له، وبالخدمه وبتيسير الله وبرضا الوالدين غادي توصل له. كنعتقد انه الا بغينا نوصل لاي حاجه فراه الخدمه الاراده والنيه، كل شيء مبني على النيه. الله سبحانه وتعالى كيقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، وربي شاف الخير في القلب ديال والد الركراكي ودوك الوليدات وبغى يفرحهم، وهانتوما كتشوفوا اشواق فرحه ما تقدرش تصورها. الحمد لله اللي 2022 كملت بفرحه كبيره للمنتخب الوطني. المغاربه كاملين خرجوا، المغاربه كاملين بينوا بانهم في الوقيته ديال الصح حاضرين كاينين، وباللي حنا امه وحده وشعب واحد كنبغيو بعضياتنا، وما شغلنا حتى فشي واحد اللي حاقد علينا ومديرونجي. ما نسوقولوش، نخدموا وغادي نوصلوا، نسدوا ودنينا، نحلوا عينينا، نخدموا وغادي نوصلوا. وغدا ان شاء الله نتمناو يا ربي المنتخب الوطني يفرحنا ويوصل نهائي كاس العالم ويجيب ديك الكاس، حيت فعلا نستاهلوها. الا كانوا يقولوا باللي الحصان الاسود اللي ما كان كيرشحوا حتى شي واحد المغرب هو الحصان الاسود نتاع هذا الكاس. وشكرا شكرا 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 لكل واحد في هذا العالم كله من اي جنسيه، وشكرا للدول العربيه والاسلاميه لدعمهم للمنتخب الوطني. وكما نقولوا لعقبالكم ان شاء الله، ونردوها لكم في الافراح. تحياتي ومربوحه غدا ان شاء الله، وديما ديروا النيه.